سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء الخير عليكم جميعا كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني دايما بوجودهم. النهاردة أنا بصور لكم كده على الفيديو على آخر اليوم، وعملت كده وصفة للبط والفراخ كمان معاهم. الوصفة دي ده طبعا هي دي اللي بتخلي الفراخ دايما عندك تبيض على طول، والوصفة دي فيها هي دي السر اللي بيخلي الفراخ مناعتها دايما عالية، وكمان تنتج معاكي انتاج البيض بدري. لو الفراخ لسه صغيرة تبشر برضو للبيض، وكله برضو من البيت. وكمان الوصفة دي حط عليها مضاد حيوي كده علشان الفراخ تفضل نشيطة، وطبعا بالنسبة للأكل بتاعهم كمان هنتكلم عليه إن شاء الله. ما شاء الله شايفين الفراخ بتشرب ازاي. أهم حاجة طبعا النظافة والتغذية الصح، هتاخدي من الفراخ بتاعتك أحلى إنتاج، والبط كمان. يا ريت لو انتوا كده لسه بتشوفوا القناة بتاعتي لأول مرة تعملوا اشتراك فيها، ويا ريت كمان تعملوا لايكات كتير جدا للفيديو علشان كل الناس اللي حابة وغاوية ان هي تربي فراخ بلدي، فراخ فيومي او البط كمان، تتابع معايا وتستفاد من الحاجات الوصفات اللي انا بعملها. طبعا كل يوم بنزل لكم فيديوهات للفراخ وللخلطات الموفرة اللي انا بعملها له، والحاجة اللي انا باكلها لهم للفراخ او للبط. النهارده كده حبيت ان انا اغير واحط الحاجه بتاعتي على الميه، لان دايما الطيور بتكون عندها اقبال على الميه بشكل كبير اكتر من الاكل كمان. شايفين الفراخ بتاكل ازاي. كمان الخلطه اللي انا عاملاها للفراخ اللي هي بتحمى عنقود البيض عندهم. العيش اللي هو بيكون ناشف طبعا، بيكون عندي مدشوش خالص وناعم، مع شوية العلف اللي هم ال21%. العلف مش كل يوم باكلهولهم، بس برضو ايه، يومين 3 في الاسبوع حط لهم علف على الاكل علشان يبشروا للبيض معاكي بدري، او لو هم كبار يبيضوا. وعندك كمان الشعير برضو بحط لهم على الاكل بتاعهم. طبعا بالنسبة للمية الحمراء اللي هم بيشربوها دي مكوناتها ايه، دي البنجر او الشمندر واحدة بس، مفيش اكتر من كده، مع فصين 2 من التوم، مع معلقتين او 3 من الخل، على حسب بقى عدد الطيور اللي عندك، عدد البط. وابتديت ان انا كده ضربتهم في الخلاط بنص لتر مية، وحليتهم بالمية البيضة العادية، وحطيتهم في الحلة اللي قدام الفراخ، فببتدوا ان هم يشربوها. لو انت حابة انك انت تعملها طبعا في اول اليوم، اعملها لهم في اول اليوم او في اخر اليوم، يومين ورا بعض في الاسبوع، مفيش منها اي مشاكل. دي يعتبر مضاد حيوي ورافع مناعة ومضاد سموم، فيها كل حاجة. لو انت حابة انك انت تربي الطيور بتاعتك بدون ادوية، بالحاجات الطبيعية، فهتعملي لهم كده. وهنشوف ان شاء الله باذن الله، هنشوف برضو في اخر الفيديو كده البيض اللي بنجمعه من الفراخ بفضل الله يعني. وكمان لما بتهتمي بالطيور بتاعتك اكيد هتديكي انتاج. هما طبعا بيخلصوا المية اللي قدامهم دي خالص، وبعد كده تقدري انك انت تحط لهم مية عادية. ت- تقدري انك انت تحط لهم مية عادية، وتاني يوم لو بيها حاجة من الوصفة دي تعملها لهم تاني يوم سوا كده على الصبح. فبتكون حلوة جدا جدا، ومش بتكلف اي حاجة برضو من البيت. ما شاء الله شايفين الفراخ بتشرب ازاي، لان هي انا حطيت لهم ميه الصبح فالميه كانت خلصانه، فابتديت بقى ان انا حطيت لهم كده المشروب ده حلو جدا ليهم، بيرفع المناعه. وكمان علشان نحافظ طبعا عليهم اليومين دول، الجو كده مش متظبط، كل شويه تلاقيه في حال. فمهم مهم جدا انك انت ايه، تهتمي بالوصفات اللي هي الطبيعية. لو انت مش عايزة تستعملي وصفات هتجيب لهم روافع مناعة من البيطري، فانا هنا بحب ان انا احط لهم ايه من البيت. ما شاء الله. دي طبعا انا بصور معاكم
في الايام اللي فاتت الفراخ الكبيره دي، الفراخ اللي هي ما شاء الله الاصغر، فبتلاقيها كده ايه من الاهتمام والرعايه الصح، بتلاقيهم بيكبروا معاكي، وبتلاقي الفراخ نشيطه كده ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين وسع المكان؟ اهم حاجة انك انتي توسعي للطيور بتاعتك، خصوصا الفراخ دي ما بتحبش المكان الضيق او تحبسها في مكان ضيق عليها، لا، بتوسعي لهم عشان يجروا وياكلوا ويبان عليهم، وتلاقيهم كده ايه شايفين ما شاء الله ابتدوا ان هم يخلصوا المية اللي قدامهم، خلصوا منها كمية كبيرة، آه، لان هم كانوا عطشانين. فده اهم حاجة، لو عملتها على الصبح هيكون افضل كمان. ويا ريت لو انتوا لسه بتسمعوني كده تعملوا لايكات كتير جدا للفيديو، عشان من خلال اللايك بعرف ان الفيديو بنال على اعجابكم، فبكمل معاكم، وكل يوم طبعا بنزل لكم مقطع جديد. بسم الله ما شاء الله. شايفين منظر الفراخ عامل ازاي ما شاء الله. اهم حاجة طبعا الاهتمام. لما بتهتم بالحاجة بتاعتك بتلاقيها بتكبر قدامك كده واحدة واحدة، ما بتطولش. بتلاقي الفراخ بتاعتك بتبشر للبيض على 4 شهور، 4 شهور ونص. اهم حاجة التأسيس، أسستهم من البداية صح هيكبروا معاك على طول. والبط كمان ده طبعا البط المسكوف الخليط اللي انا برضو بصوره معاكم على طول. وده طبعا البيض اللي هما بيبيضوه، فدي التجميعة بتاعته على اخر اليوم. شايفين ما شاء الله حجم البيض عامل ازاي. طبعا اهم حاجة تكوني مجهزة المكان اللي هما هيبيضوا فيه، فبيعرفوا وابتدوا ان هما ييجوا يبيضوا فيه. وبعد كده على اخر اليوم ببتدي كده ان انا ايه الم كله مرة واحدة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. آه، يا ريت كده لو انت لسه موجودة معايا تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتابعي معايا، هتستفادي من الفيديوهات اللي انا هنزلها. وده كان فيديو النهاردة ان شاء الله بإذن الله. دايما تلاقوا كده مقاطع جديدة وفيديوهات جديدة. وحبيت ان انا اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.